ازيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في اكاديميه قمه الامل الخاصه للمتميزين اللي بتضم الناس الشاطره في مجالاتهم وتساعدهم على التطور، بيستلم ناجي رساله مكتوب فيها ان تم اختياره عن طريق قرعه الاشخاص العاديين انه يدخل الاكاديميه وتعتبره الاكاديميه متميزه في الحظ. بيروح ناجي مدرسه وهو واقف على البوابه، بيبص للرساله ومستغرب انه دخل الاكاديميه لسبب عبيط زي القرعه، وبيقرر يدخل الاكاديميه ويبدا اول خطواته في المرحله الثانويه بامل. ومع اول خطوه بياخدها جوه الاكاديميه بيغمى عليه وبيصحى في فصل في الاكاديميه، وبيستكشف الاوضه وبيلاقي رساله مكتوب فيها مبروك الالتحاب الاكاديميه وان حفل الدخول هيبقى في اوضه الالعاب الساعه 8. بيبص ناجي للساعه بيلاقيها 8 بالظبط، فبيخرج يشوف اوضه الالعاب دي فين. بعد ما بيوصل اوضه الالعاب بيلاقي في 14 شخص كمان اللي برضه زيه صحيوا لقوا نفسهم في الفصل زيه، وكان وسطهم زميلته من اعدادي اللي اسمها ميازونو، وكانت مبسوطه انها لقت حد تعرفه في الاجواء الغريبه اللي هم عايشينها دي. وهم بيتكلموا توجامي بيقول لهم ركزوا وعايزين نعرف ايه المكان ده ومين وراه. بترد عليه جينوكو ان حد يعرف حاجتهم راحت فين، وانها لما صحت ما لقيتش موبايلها، فكلهم بيستوعبوا ان موبايلهم اتاخد منهم وهم مغمى عليهم. وصلت حاله الفزع اللي هم فيها، هاجاكورو بيقول لهم يهدوا يمكن دي من توجيهات الاكاديميه، وبيطلع كره الكريستال وبيقول لهم كره الكريستال دي هتقول لي. هم مستغربين وبيسالوا بجد، فبيرد عليه ببصه فخر ان تاكونو بيطلع صح بنسبه 30%. وهم بيتكلموا بيطلع صوت مره واحده من سماعات كبيره بيرحب بالطلاب الجدد ويلا نبدا حفله الدخول الاكاديميه. وبيظهر مره واحده دب عروس على المنصه، بيستغرب ال 15 طالب من شكله وبيقول ايه الدب ده، فبيرد عليهم بيقول لهم ان ده مش دب محشي وانه مدير مدرسه دب مونو. بيقول لهم يقفوا ويحيوه ومحدش يعمل كده غير ايشيمارو. بيقول لهم المدير مونو انهم الجبل الواعد اللي هيشيل امال العالم على كتافه، علشان كده هيسيبهم يعيشوا في المدرسه. وسط استغراب من الكل بيكمل مونو كلامه وبيقول بالنسبه للمده فما فيش مده معينه وانهم هيفضلوا عايشين هنا طول حياتهم. بتكمل سلسله الاستغراب على ملامح الكل، ومونو مكمل كلامه ان ميزانيه الاكاديميه كبيره وانهم مش هيشيلوا هم. بترد عليه ميزونو وجينوكو ان مش دي المشكله وانه اكيد بيهرج. بيسالوا ناجي علشان كده الحيطان الصلبه قوي دي موجوده علشان تحبسهم. بيرد منه بسخريه وبيقول له علشان كده تقدروا تصرخوا وتعيطوا براحتكم وان كده كده مفيش حد هيجي ينقذهم. سيليستيا بتقول لو كلامك ده صح يبقى دي مشكله وانهم ما ينفعش يتحبسوا في المكان ده طول حياتهم. بيرد عليها مونو ان علشان اي حد يخرج من المكان ده لازم يقتل حد، والامر في منتهى البساطه ومش مهم معاه الطريقه سواء خنق او طعن او حتى حرب. بيكمل مونوكو كلامه في حاله نشوه من اللي قالوا اللي مش بتيجي الا بمطارده سمك التونه او البشر، ان حاله الياس الكامله اللي بتعم المكان لما يكون الحل الوحيد ان يقتلوا بعض بيخلي قلبه يضرب بسرعه. وسط عصبيه من الموجودين في المكان بيقولوا هيبطل يهرج والموضوع مش محتاج هزار. مونو بيقول لهم ببصه شريره فين الهزار في الموضوع، ومن النهارده الاكاديميه دي بقت بيتهم الجديد ويقدروا يعملوا اللي هم عايزينه ويتصرفوا بوحشيه براحتكم. بيمسكوا وادا وبيقولوا ايه النكته دي. مونو بيرد عليه بان النكته الوحيده هيحلقها شعره، ووادا بيتعصب ويقول مش فارق معاه ايه اللي هيحصل لمونو وهيقطعوا مونو. بيقول ان ده عنف ضد المدير وعينه بتبدا تنور احمر مع صوت انذار. وسط استغراب وادا بتقول له كيوكو بيرميه بسرعه. اول ما وادا بيرميه بينفجر مونو في الهواء، وبيظهر مونو تاني على المنصه وبيقول لهم هيكتفوا المره دي بتحذير بس، ولو ده اتكرر تاني هينشط العقاب اللي في جسمه. بيتمنى لهم الحظ السعيد وبيسيبهم وبيمشي. بعد ما مشي مونو بتقول سلسيتا يعني الحل الوحيد علشان نخرج من هنا اننا نقتل حد. بيرد عليها شيهيرو ان اكيد دي دعابه، فبيرد توجامي ان الاسوأ لو في حد غبي كفايه ان ياخد الدعابه دي على محمل الجد. وبكده تبدا شخصيتنا حياتها الثانويه في الاكاديميه اللي المفروض بدل ما تديهم الامل زي اسمها وهم بيدوروا على حاجه تساعدهم بيخرجوا في المكان ده في اوضه العاب ما لقوش حاجه، فبيقرروا انهم يدوروا في مكان تاني. بيقول لهم توجامي انه يدور لوحده علشان في احتماليه ان في حد بيخطط انه يقتل. بيتعصب عليه وادا وبيقول له يقف مكانه، فدوجامي بيقول له يبعد من قدامه وكانوا يتخانقوا. فبيتدخل ناجي فوادا بيروح ضربه وبيفقد الوعي. بيصحى ناجي في اوضه تانيه وميزونو جنبه بيساله هو فين، بتقول له في اوضته وكل واحد ليه اوضه خاصه، فطلبت من اوغامي انها تساعدها في نقله للاوضه. بيقوم ناجي من على السرير علشان يشوف هيخرجوا ازاي من المشكله اللي هم فيها دي، فبتقول له ميزانو انها هتبقى المساعده بتاعته. بيتجمع ناجي وميزانو بالباقي في اوضه تانيه، بيعتذر له وادا عشان ضربه، فنياجي بيقول انه مقدر ده بسبب موقف اللي هم فيه ده، وعلشان كلهم اتجمعوا في مكان واحد بتفرض سيليتا ان مفيش حد هيعرف يقتل حد بما انهم سوا. بيعملوا اجتماع كلهم بيبداوا في تبادل المعلومات اللي وصلوا ليها، وناجي كان مغمى عليه. بيقول لهم وادا انه حاول يكسر الباب بس ما عرفش وان شكله فولاذا، فبترد عليه في سيليتا بسخريه على غباء انه فولاذا. وغامي واوشينا وصلوا السلم بيوصل للدور اللي فوق بس الطريق كان مقفول قصادهم، وبينما يمادا كان نايم بيقول لهم السلام مريحه في النوم طول ما ظهرهم لكاميرات المراقبه اللي في الاوضه. شيهيرو اللي رايح يشوف الاكل بيقول لهم الثلاجه وقال لهم انها مليانه، بس يمادا بيقول اكيد مش هتكفي 15 شخص لمده طويله، فبيطمنوا ان مونو ظهر له وقال له ازاي الثلاجه بتتملي كل يوم
واختفى بعدها على طول. بتقول لهم توكو ان تحرياتهم كانت ملهاش لازمه علشان ترد عليها ستيليتا انهم عرفوا انهم في قفص من غير ابواب. وصلت عصبيه من جونوكو على توجامي اللي قال ان الحل الوحيد انهم يقتلوا حد زي ما قال مونو. بتقترح عليهم ستيليتا انهم يتكيفوا مع المكان وان مش الذكي او القوي اللي هيعرف يخرج من المكان ده بدل اللي عنده القدره انه يتكيف مع التغيرات. وبتقترح عليهم انهم يضيفوا قاعده كمان لقواعد الاكاديميه تبقى بينهم كده، وهي انه يعملوا حظر تجوال في وقت الليل اللي الاكاديميه محدداه علشان يتفادوا الخوف بالليل ان حد يدخل يقتلهم. وبما انها مش قاعده في المكان نفسه فتطبيقها بيعتمد على الاشخاص نفسهم. عدى 3 ايام وهم بيحاولوا يلاقوا مخرج من المكان بس بدون نتيجه، وهم قاعدين فاقدين امل بتحاول اشينا تلطف الاجواء وتقول لهم اكيد الدنيا هتبقى كويسه. هم مختفين بقالهم 3 ايام زمان البوليس بيدور عليهم. بيظهر مونو وسطهم وبيضحك علشان معتمدين على البوليس وبيقول لهم لو عايزين تخرجوا قوي كده اقتلوا حد، وعرف ان اللي ناقصهم دافع لكده وهو ده الحلقه المفقوده. فساب لهم هديه في اوضه الكمبيوتر. بيروحوا كلهم للاوضه، بيقولوا كل واحد اسطوانه مكتوب عليها اسمه. بيشغل ناجي اسطوانته اللي عباره عن رساله مسجله من عيلته وهي بتتمنى له الحظ الكويس. ومره واحده الرساله بتقطع لنفس المكان بس هالو بيختفي والمكان متكسر والكلام متقطع. بيبدا ناجي يقول انه عايز يخرج من هنا والميزانه بتصرخ وبتعيط وبتقول نفس الكلام وليه تبقى قاتل او مقتول وما بقتش مستحمله. بيظهر مونو على الشاشه تاني وهو بيضحك فبتكلمه كيوكو بهدوء عن مين هو وعايز منهم ايه. بيرد منه بكل شر انه عايز يغرقهم في اليأس وبس كده. وبيحاول ناجي يهدي ميليزانو وبيقول لها انه هيعمل اي حاجه علشان يخرجها من هنا. بيرجع ناجي لاوضته وبيلاقي ملاحظه على باب الحمام من مونو ان كل اوضه ليها حمام خاص بس مفيش ميه بالليل وحمام البنات بس اللي هيتقفل من جوه. بيحاول ناجي يفتح الباب بس مش هيعرف. بيظهر مونو مره واحده وبيكلم ناجي وبيقول له ازاي يفتح الباب اللي اتخض وبيساله جاي منين. فبيرد عليه انه لازم يقفل البوابه كويس. بعدها بيرجع يكمل كلامه ان اوضته الوحيده اللي فيها مشكله في باب الحمام وانه لازم يلف اكره الباب ويرفعها لفوق قبل ما يفتحه. بعدها بيقول له انت سيء الحظ فعلا وبيفكروا يقفل الباب كل ليله ويمشي. بعد ما موني مشي الباب بيخبط تاني وبتطلع ميليزانو وبيسالها ناجي ايه اللي خلاها تسيب اوضتها في الوقت المتاخر ده. قالت له انها سمعت صوت قدام باب اوضتها. فناجي قال لها ما يمكن يكون مونو. فردت عليه انها لما فتحت الباب ما كانش في حد وده خلاها تخاف اكتر ومش بتستبعد يكون حد من اللي معاهم في الاكاديميه. بيحاول ناجي يطمنها ان في قاعده ان محدش يتحرك بالليل فبتقول له انها بينهم مش رسميه. بيقترح عليها ناجي انها تنام عنده في الاوضه بما ان القواعد بتنص انهم يناموا على السرير وما حددوش في غرفه مين. ميليزانو مش بتعترض على الفكره وبتقرر تبدل معاه الغرف. ناجي بيعلمها ازاي تفتح الحمام وبيقول لها ما تفتحش الباب لحد فهي بتقول له مش هتفتحه حتى لو كان هو. عدت الليله بسلام وبدات المجموعه تتجمع سوا الصبح في اللي جاي على طول وفي اللي اتاخر لحد ما وصل ان ميليزانو وتوجامي بس هما اللي اتاخروا جامد. لما جه توجامي سالوه لو شاف ميليزانو فبيقول لهم هو هيشوفها بمناسبه ايه يعني. هو جاي من اوضته على طول. قعدوا يفكروا ليه ما جاتش واللي بيقول راحت عليها نومه واللي بيقول عيانه والقلق بان على وش ناجي وقال لهم هيروح يشوفها وجري على طول على اوضته. لما وصل لها الباب مفتوح والاوضه متبهدله وفيها اثار ضرب بالسيف اللي كان محطوط زينه في اوضته في كل حته. فتح باب الحمام لقى فيه ميليزانو سايحه في دمها وفي سكينه راشقه في صدرها. من الصدمه قعد يصرخ لحد ما اغمى عليه. بعدها صحوه بقيه المجموعه لما لقوه كانوا في الصاله الرياضيه. بيسالهم ناجي على سبب تجمعهم هنا فبيقولوا ان مونو هو السبب وان في حاله موت وكانوا رافضين بس كيوكو اقترحت عليهم انهم يدعوه في الوقت الحالي. وقالوا ان ياجي ان ميليزانو ماتت وهم اتاكدوا من موتها. ناجي بيقول ان مونو اللي قتلها على ظهور مونو اللي بيعترض على كلامه وبيقول ليه هقتلها وان ده معارض لهدف العمليه واللي قتلها واحد منكم. وسط صدمتهم بيكمل كلامه ليه مظلومون من القواعد. ناجي معترض برضه وبيقول لا انت اللي قتلتها. فمونو بيهددوا ان القاتل بينهم هو ولازم يصدق على دخل الطالب المثالي ايشيرامارو. وهو بيقول اللي قتل ميليزانو يقول في توماجي بيقول له على اساس لحد يعترف بالبساطه دي. وبيكلم مونو يقول له مش اللي قتلها هيقدر يخرج كده. فمونو بينتهز الفرصه دي علشان يضحك ضحكته المعوده لما بيحب يلعب بيهم وبيقول لهم ان الموضوع مش ببساطه تفكيرهم الساذج ده. وبيرجع يشرح لهم قاعده الخروج تاني وان لازم القاتل بعد ما يقتل حد محدش يكتشفه وبعد فتره يعمل لهم محاكمه يشوفوا اداؤه وهل يكتشفوه ولا لا. تفاصيل المحاكمه انهم لو عرفوا يكتشفوا الجاني فياخدوه يتعاقب بقواعد المكان ولو قالوا على حد غلط هو الجاني كل واحد منهم هيتاخد ويتعاقب هو بنفس القواعد. فبيسالوا يمادا وشيهيرو ايه القواعد دي فمونو بيرد عليهم طبعا الاعدام بطرقه المختلفه بقى. جينوكو بتعترض على اللي مونو بيقوله ومش عايزه تشارك في عبث تخمين من القاتل ده. مونو بيقول لها يعمل لها برضه ولو مش عاجبها الكلام ده لازم يبقى على جثته. جينوكو مش بتهتم بكلامه ده وبتدوس عليه.
مونو ما صدق اللي هي عملته ده وقال لها ده اعتداء على المدير وضد قواعد المكان، ونفذ عليها العقاب في ساعتها، واتضربت جينوكو برماح من كل الجهات لحد ما ماتت وسط صدمه الباقيين. مونو بيرجع مكانه بيقول لهم يبذلوا وسعهم في التحقيق. سيليسيتا خبيره التكييف مع الاحداث بتقول على الاقل مش جينوكو المذنبه ولازم يكملوا التحقيقات، وان ما ينفعش يموت حد ياثر عليهم بقى. ناجي بيقول لها ازاي تقولي كده، فبتقول انها قالت قبل كده لازم يتعلموا يتكيفوا مع الاحداث، واللي مش هيعرف يتكيف هيموت، وانهم حصدوا اللي زرعوه. اشينا بتقول لها انها طريقه قاسيه قوي، بس كيوكو بترد عليها انهم لازم يدوروا على القاتل علشان لو ما عملوش كده كلهم هيتعدموا. هاشاكورو وهو ماسك موبايل التعليمات بيقول لهم ان نزل علامه جديده على الموبايل، لما فتحوها لقوا اسماء اللي ماتوا سبب موتهم وفين ماتوا. لفت نظر سيليسيتا اللي خلتهم يشوفوا مكان موت ميليزانو انها ماتت في حمام الاوضه بتاعه نياجي. كلهم بقوا شاكين ان نياجي هو القاتل، وهو بيحاول يفهمهم انهم بدلوا الغرف، بس طبعا ما حدش مصدق وقالوا له لازم يجيب دليل براءته علشان يصدقوه، وسابوه ومشوا علشان يبداوا التحقيق ويدوروا على ادله. نيجي وكمان بدا يدور على ادله عشان يثبت براءته هو كمان. طبعا الادله معروفه ان ميليزانو ماتت في اوضه مطعونه بسكين، بس اللي لفت نظر نياجي ان معصم ايديها كان مكسور، وبدا يبص للسيف المرمى على الارض. بعدها خد يماده وراحوا اوضه الخردوات علشان مفاتيحها معاه، ولقى هناك في قميص محروق ما عدا حته منه وكره كريستال مكسوره مرميه على الارض. رجع تاني نياجي لجثه ميليزانو ولاحظ ان في رقم مكتوب وراها، ودي كانت رساله وفاه ميليزانو. كيوكو وهي بتكمل التحقيق لاحظت ان اوضه نياجي مكتوب عليها ميليزانو من بره، وان دي المفروض اوضه نياجي. فطلعت موبايلها عشان تشوف ترتيب الاوضه، اكتشفت ان ميليزانو ملهاش اوضه في المكان ده اساسا. نياجي وهو واقف بيلوم نفسه علشان بدل معاها الغرف وماتت، ولقى اسطوانه الاي سي دي اللي مونو اداها لها لما حب يخليهم مدافع علشان يقتلوا بعض. نيجي قرر يشوفها ولقى ان ميليزانو في فرقه مشاهير وكانوا بيعملوا عروض، ومره واحده صوت مونو بيظهر ان العروض وقفت والفتيات ما بقوش عارفين تاني، وان ميليزانو ما بقاش ليها مكان علشان ترجع تاني. وبيسال ليه يا ترى عروضهم وقفت. نيجي وهو بيشوف الفيديو مظلوم بيكلم نفسه لا يكون قتلهم. بعدها بيشتغل فيديو لمونو وهو بيقول لهم انه زي وهو مستنيهم يطلعوا الادله وهيبدا المحاكمه، وهم نازلين وكله قالب على نيجي علشان فاكرين انه القاتل، وهو بيكلم نفسه بيقول محدش عارف انه بريء غير هو وميليزانو. ووسط تفكيره كيوكو بتقوله انه لازم يوصل لقاع الحادثه لو عايز يثبت براءته. بعد ما بيوصلوا مكان المحاكمه بيلاقوا مكان متجهز ومونو قاعد على كرسي بيقول لهم ايه رايهم في المكان. كيوكو بتقول المكان زي الزفت، وهي عندها سؤال انهم 15 ليه في مكان ل 16 واحد. بيقول لها ملهاش معنى، هي قاعه جاهزه علشان تشيل 16 واحد، فسيبنا من الكلام ده وعايزين نبدا المحاكمه على طول بقى. نيجي بيقول لهم المجرم بينا فعلا، علشان يرد مونو ويقول اكيد انا متاكد وهو فرحان. وبتبدا المحاكمه وهو مش عارفين هيبداوا ازاي علشان تقطع كيوكو الجدل ده ويبداوا بسلاح الجريمه. ايشيمورو بيقطع ده وبيقول لها بكل عبط السكينه دي اللي اتقتلت بيها، علشان اودا يرد عليه يقول له ما احنا عارفين. بيقطعهم ناجو بيقول ان ده شيء مهم علشان اللي قتلها اكيد خد السكينه من المطبخ. فبتقطع اشينا موقف وتقول ان ناجي مش هو اللي خد السكينه من المطبخ علشان هي كانت في المطبخ مع سكاره. كيوكو بتسالها مين سكاره، فبترد وغامة عليها انا يا عم بالصمت المكانه علشان كله كان فاكرها ولد. المهم بيرجعوا تاني الموضوع ان غامة كانت مع اشينا في المطبخ بيشربوا شاي عادي. فبتقطعهم توكو بتقول له كلكم شركاء في الجريمه، ما تقول علشان يرد مونو عليها ان الشراكه في الجريمه مش هتفيد علشان اللي هيخرج كده كده واحد بس، وبديس ريسيتا ان الشراكه مفيش منها منفعه لحد. بيرجعوا الموضوع وغامة بتكمل كلام ان الشخص دخل عليهم المطبخ، فتوجامي بيسالهم ليه ما قلتوش كده قبل كده علشان اشينا ترد لانه ما بقاش موجود اللي خد السكينه كان ميليزانو نفسها. مع استغراب ناجي ان ميليزانو اللي خدت السكينه، اشينا بتكمل حاكي الموقف ان ميزانو كانت عطشانه ودخلت تشرب عادي، وهما مركزوش معاه علشان ما حدش توقع انها تبقى الضحيه لما خرج. وغامة لاحظت ان في سكينه ناقصه. ناجي في محاوله تبرئته لنفسه بيقول ان ميليزانو كده اللي خدت السكينه، فبيرد عليه توجامي انها اتقتلت بنفس السكينه ولسه بدل علشان يقول على نفسه انه بريء. ناجي مستغرب انه مش عايزين يقتنعوا وانه كلهم هيموتوا وما صدقوش. كيوكو العاقله الوحيده في المكان بتقول ان لسه بدري ان ناجي يبقى هو القاتل، غير ان في ادله كتير في صالحه. هما مستنيين منها شرح. بترجع لمكان الجريمه وانها في حمام في اوضته كان ممكن يدخل بسهوله، ومع ذلك في اثار كسر على باب الحمام، وده سبب اكبر انه يبعد عنها الشبهه. فهودا بيقول لها لو الباب مقفول يبقى طبيعي يكسره علشان مقفول من جوه ومفيش حل تاني. ناجي بيتدخل على طول وبيقول ان كلامه غلط علشان اوضه البنات بس اللي بابها بيقفل من جوه. وفي وسط استغراب اودا ناجي بيسال مونو اللي بياكد على صحه المعلومه، فبيساله ليه طب ما فتحتش الباب، فبيشرح لهم ان الباب فيه مشكله والجاني اكيد افتكر انه مقفول من جوه علشان كده ما فتحش فراح كسره. كيوكو بيتكمل كلامه ان لو الجاني مش هيتعب نفسه ويكسر الباب ما هو كده كده بيعرف يفتحه. فسيليسيتا بتسالها بافتراض انه شخص تاني ليه هيفكر الحمام مقفول من جوه وهو عارف ان غرف الاولاد باب حمامها مفتوح عادي. فبترد عليها كيوكو انه مرتبش حاجه لانه فاكرها اوضه ميليزانو. سيليسيتا تسال لو حد عايز يسال حاجه تاني، فاشينا تسال ازاي الجاني
كان دخل الاوضه من الاول وسط هبدات من كذا حد. ياما بيقول هي اللي دخلته بنفسها، فناجي بيقول له مش هتعمل كده وسط عصبيه ياما علشان ناجي اعترض على افتراضه العبقري. بيفتكر ناجي انها كانت خايفه قوي وكان مستحيل تدخل حد الاوضه. كيوكو بتقول ليه ما يكونش خوفها اللي خلاها تفتح الباب وسط اعتراض من ناجي. بتوريه رساله وبتقول له هتقدر تعترض حد بعد الرساله دي. كيوكو لقت رساله مشفره، فناجي مضمونها انها بتدعو لحد الاوضه وبتقول له يتاكد من صحه رقم الاوضه. فبتساله ناجي لو هو اللي كتبها، بيقول لها اكيد لا، علشان ترد كيوكو بان مش انت، علشان في اخر رساله امضاء من ميليزانو. وبتكمل كلامها انها استخدمت الرساله علشان تسحب حد الاوضه. فسيليسيتا بتقول ان الرساله كانت بتقول تعالى لاوضتي اللي هي اوضه ميليزانو. ليه الجن راح اوضه نياجي وهو ما يعرفش انهم بدلوا الغرف؟ علشان ترد كيوكو ان مش بس هم اللي بدلوا الغرف، لا ده في حد كمان بدل لوح الاسماء كمان، وكانت مستغربه مين عملها علشان اكيد مش ناجي اللي عملها. فشينا مستغربه طب ايه الفايده من تبديل الغرف من اللوح اتبدلت هي كمان كده؟ ما عملوش حاجه علشان يعاقب توغامي بان ميليزانو قررت انها تقتل حد، وبحركه تبديل اللوح ده هيخليها تقدر ترمي اللوح على ناجي. وبرده ناجي مش مقتنع انها ممكن تعمل كده، وتوغامي بيقول له فيها ادله كتير بتقول كده زي الخلل في تصرفاتها وفشل الخطه. علشان كده جورو قال بسبب فشل الخطه هي استخدمت السيف علشان تدافع عن نفسها. وتوغامي متفق معاه ان لو كانت الخطه نفعت كانت زمانها واقفه معاهم بتدعي البراءه، وان الموضوع مضحك ان خطتها اتقلب عليها وماتت وهي وسط عصبيه نياجي. كيوكو بتقول لي ده علشان لسه ما وصلوش للجاني. فناجي بيحاول يوصل لاي حاجه فاكرها. بعد ما ليون قال كده مفيش ادله تاني، فقال له لسه في رساله الموت اللي سابتها وسط قلق من ليون. بيقول له ايه رساله الموت دي؟ وسط تفكير كتير منهم نياجي بيلوم رساله الموت اللي سابتها ميليزانو دي اسم الجاني. وبكده يكون خلص ملخصنا النهارده. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه علشان يوصل لك كل جديد. دمتم سالمين، سلام.